مساء الخير، رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. هيحصل ايه لو بني آدم قعد مع الشيطان وقعدوا يسألوا بعض بكل اللي في نفسهم؟ التحاور بينهم هيبقى شكله ايه؟ هنا بقى جات لنا فكرة. على مدار 15 حلقة، كل حلقة فيها سؤالين. يوسف هيسأل الشيطان، والشيطان ليه فرصة يسأل يوسف أي سؤال، ولازم الاتنين يجاوبوا بكل صراحة. وهنشوف رد كل واحد هيبقى مقنع وصريح ولا لأ. تقول عليه مسلسل، تقول عليه بودكاست، الهدف واحد، وهو الفائدة والاستمتاع. مين أكتر حد بتحبه؟ في كتير بحبهم وبيحبوني، وهم عارفين قصتي كلها وحابيني وبيتبعوني في كل اللي بأمرهم بيه. خلاصة الموضوع اللي بيسمع كلامي واللي بيطيعني. بس في منكم كده بيبقوا عزاز عليا، بيدوني حافز وقوة. مين هما بالظبط؟ اللي بيبقى نفسه ومش قادر، بيبقى بيشرب مخدرات، قاتل، بيشتغل في الجنس، أي حاجة، ويجيله تفكير إنه يبطل ويقول أنا نفسي أبطل اللي أنا فيه، بس هو مكمل ومش عارف يرجع عن طريقي. او اللي يقول خلاص انا مفيش مني رجوع، انا في السكة دي، ولو عملت ايه هفضل في طريقي، غلط صح، خلاص انا متعود على كده ومش هغير ده. انا احب اللي يجي يطلب مني اسعده او يفتح لي باب ادخله منه. يقولوا فيها ايه، معيش مرة من حياتي، ومرة تجيب مرة ويبقى زي صاحبك اللي لسه قايل لك عليه ما يعرفش يبطل. وفي اللي بقى اهم من كل ده، اللي يهمه مصلحتي ويبقى من نفس اللي انت اتخلقت منه، بس ماشي مع مصلحتي ويرشد الناس لطريقي، شايف ان القوة والمصلحة عندي، ويبقى قادر يقنع الكل اني انا اللي طريقي كله سعادة. بحب الكسول وبحب الضعيف، احب اللي يفضل يسأل وما يلاقيش اجابة تقنعه علشان ابدأ انا اشتغل عليه. بحب اللي عنده استعداد لسماع كلامي، اللي مؤمن بوجودي وشايفني أنا اللي في إيدي الحرية والمصلحة ليه. ده زي أبنائي، أنا بحب كتير وبيحبوني كتير، أنا في إيدي كل الطرق للإقناع، وانتم جواكم مداخل كتير بتسهل لي المهمة، إن أحببكم فيا وفي كلامي. كلكم جواكم باب انتم اللي بتفتحوا ليا، أنا مش بجبر حد، أنا بقدم المساعدة وانتم اللي بتقبلوها. فاللي يفتح لي باب جواه أحبه طبعا، بس الأهم من كل ده يفضل يحبني علشان أحبه وما اغضبش عليه. طب هو انت لو غضبت هتعمل ايه يعني؟ اغضبني وانت تعرف. في ايدي اثبت لك ان كل كلامك غلط، بس لما نخلص دردشتنا هنشوف غضبك ده تأثيره ايه. اسأل سؤالك احسن، اسأل. ايه اكتر لحظة حسيت اني مسيطر عليك فيها؟ اكتر وقت لما ببقى قاعد لوحدي وقلقان، بحس انك مسيطر على تفكيري، في انك تخليني اقلق اكتر، وافكر في حاجات غريبة، افكر في امور ملهاش علاقة بحاجة طبيعية، غير اني اغلط، بس زي اني افكر ان الدنيا وحشة، واني مظلوم، محدش بيحبني، وكل الحاجات اللي طبعا انت شاطر فيها دي. في برضه ساعات بحس انك عمال تزن عليا، لما ابقى متعصب ما بعرفش اسيطر على نفسي ولا تفكيري من وسوستك، وللاسف انا عصبي، فمدخلك ليا من العصبية بيبقى سريع قوي، ودي حاجة بتضايقني انا. بعدها بحس برضو انك زي ما بتكون بتوسوس اني اندم على اللي غلطت فيه، وبيبقى في لعبكة في دماغي مخلاني حاسس احساس غريب، زي ما يكون اني ضعيف مش عارف لا افكر ولا اتصرف. بحس انك مسيطر عليا برضو ساعات لما اكون فرحان، ومرة واحدة تيجي في دماغي حاجة تخليني ازعل واتشائم، او افتكر حاجة ضايقتني فجأة، احس ان اكيد ده شغلك انت. كل دي مواقف بحسك قاعد فضيلي ومسيطر على عقلي، بس على قد كل ده انا ببقى دايما ندمان وخايف من ربنا، وبتمناه يغفر لي ويبعدني عنك.
فعلا معاك حق، بدليل ان انا قاعد جنبك دلوقتي. لا، قصدي لما تبقى في المواقف دي، يعني انت قدامي دلوقتي دردشة مش مسيطر. وانت تعرف منين انا في تفكيري ايه من ناحيتك؟ مش هاممني تفكيرك، وكمان انت مش مسيطر بمعنى مسيطر، انت بتخلي تفكيري متشتت مش اكتر، ده اخرك. لكن خلينا صراحة، انت ما تقدرش تبقى مسيطر على حد، انت اضعف من السيطرة التامة. زي ما قلت، احنا اللي بنعمل لك قوة، احنا كبني ادم اللي بنديك قيمة، وفي مننا اللي انت مهما عملت ما تقدرش عليه وبيخوفك، وعمرك ما تنكر ده. صح ولا ايه؟ مع نهاية حلقة النهاردة، احب اشكركم على وجودكم لنهاية الحلقة، وعايز اعرف رأي كل واحد فيكم، واتمنى يكون هدفنا اتحقق انكم تكونوا استمتعتوا بحلقة النهاردة. ما تنسوش كل يوم الساعة 9 حلقة جديدة وتحاور جديد بين العبد والشيطان. شكرا.